معنا يحضر معنا رئيس الجامعه والسي حجوي رئيس المستقبل البطل ديال الاعلام والسي امين وخدام والسكرتاريه الوطني ديال الجامعه الاخوان ديال وفي التطبيقات كذلك. وانا على يقين على اننا ماشي غنكونوا ولكن غنستافدوا منكم كذلك، لان بالفعل معنا اسماء وازنه، معنا تجارب وازنه. انا باستمرار من اللقاء هذا الاول. محمد الحجيوي، صحفي مسؤول على قطاع التواصل والاعلام في الجامعه الوطنيه للتخييم. اذا هذا العرض اللي درنا اليوم هو كيخص المدخل القانوني ديال الممارسه ديال الصحافه والنشر، ماشي اولا فقط لاحاطه هاد المتدربين بالجوانب القانونيه المؤطره لهذا المجال، سواء تعلق الامر بمجال ديال بقانون ديال الصحافه والنشر او قانون اساسي للصحفي المهني، ليس لانهم صحفيين ولكن لكي لان هناك خط تماس بين الممارسه الصحفيه الجمعويه والممارسه الصحفيه المهنيه، وبالتالي كانت الغايه هو ان معرفه الخطوط العارضه للقوانين المؤطره لهذا المجال ديال الصحافه، حتى لا يسقط يعني الزملاء والاخوان الجمعويين في المحظور ويساهموا في تجويد العمل التربوي والجمعوي في الجهات ديالهم في الاماكن اللي كيشتغلوا فيها، خاصه في المكاتب الجهويه للجامعه الوطنيه للتخييم، برض الاعتبار لهذا العمل الجمعوي الجاد. محمد قمر، عضو المكتب الجامعي للجامعه الوطنيه للتخييم، ننظم هذه الدوره التكوينيه فيما يخص المجال الاعلام والتواصل. هذه الدوره تحضر فيها 24 ممثل تمثلوا كل الجهات ديال المملكه المغربيه. تنعتبر ان هذه المحطه هي محطه اولى للاخوان المهتمين بالمجال الاعلامي. الجامعه دخلت في هذا الاطار هذا من ضمن الاستراتيجيه العامه ديال الجامعه من خلال رد الاعتبار للجمعيات والعمل المدني، بمعنى ان الاعلام المدني ولا ضروره ملحه في هذا المجال الجمعوي. تنعتبر ان كل هذه الشروط هذه اللي تنحاولوا اننا نوفرها من اجل انجاح هذا اللقاء، ولان تنعتبروا ان اللقاء جاء بعد تهيئ ديال المركز الاعلام والتوثيق اللي خاص بالجامعه، اللي غنحاولوا اننا نجمعوا في جميع الوثائق اللي في الجهات، غنحاولوا اننا جميع الدراسات والابحاث سواء في الجامعيه اكاديميه سواء ابحاث استطلاعيه ديال كل المجالات، كانت ثقافيه او تربويه او رياضيه او فنيه، باش يكون عند الجامعه ارشيف اللي تحترم التاريخ ديال الجمعيات. ثانيا اننا تعتبر اننا المركز ديال الاعلام والتوثيق اللي جا من خلاله هاد اللقاءات هذه هو من اجل توحيد الرؤى من خلال التوجه الاعلامي المدني، وكذلك من اجل جعل ان المحطه الاولى ديال التكوين هي محطه استشرافيه، هي محطه لتوحيد الرؤى فيما يخص المجال الاعلام المدني. المركز الاعلام والتوثيق سيكون هو المركز لجميع الانشطه، ويحاول انه يشتغل مع الاخوان في الجهات، نعتبرهم ماشي نعتبرهم مراسلين، ونعتبرهم هم ممثلين الجامعه جهويا من اجل التوثيق، من اجل التغطيه، من اجل البحث والدراسه في كل ما هو جمعوي مدني من الاعطاء او رد الاعتبار للعمل الجمعوي في المغرب. اعلام الجامعه هو مشروع استراتيجي بالنسبه للجامعه التخييم. راه باعتقادي هذا المشروع اللي ربما تم اغفاله حتى من طرف القطاع الوصي، لان القطاع الوصي ما ارشفش الذاكره الجمعويه اللي مع الاسف ولينا كنفقدوا يوم عن يوم. من بعد كما قال السي قمر غتكون الدوره الثانيه والثالثه.